بالحقيقة بادر الديوان في تنظيم دوري الديوان الأول، نظمه لأجل الشباب. بالحقيقة الشباب يحتاجون هكذا مبادرات من الديوان. فكرة القدم هي الجامع بين الشباب. شاركوا 12 فريق من ضمنهم فريق الديوان حتى ننجح هذه البطولة. وأيضا لدينا أفكار مستقبلية، أفكار ثقافية وأدبية وعلمية من أجل صقل الشاب حتى يكون داعم لنا في المستقبل. الحقيقة سعيدين بوجودنا في مثل هذه المبادرة. شكر وتقدير لصاحب الدعوة رئيس ديوان الديانات المسيحية الدكتور رامي جوزيف. حضرت ممثلا عن معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع المحترم، نقلنا تحياته وترحيبه مثل هكذا مباراة. أيضا أحيي الشباب المشارك في هذه البطولة. بالتأكيد هكذا مبادرات تساعد على يعني بث روح الأخوة والتعاون بين الجميع. تمنياتي بالتوفيق لكل المشاركين سواء من فرق رياضية أو حتى الجمهور الحاضر، أنا أعتبره مشارك في هذا الحدث وهذه المبادرة. وأيضا أثني على مبادرة الديوان، وإن شاء الله داعمين لمثل هكذا مبادرات. حقيقة جدا سعيدين في إقامة هكذا بطولات، ونتمنى أن تعمم هذه البطولات في كل سنة، لأنه تحمل ما تحمله من طاقات شابة واعية، ومن خلال هذه البطولات نقدر نثقف الجمهور أو اللاعبين العراقيين وكذلك جمهورنا من خلال التشجيع الجميل، تشجيع المثقف والواعي. تعرف احنا اليوم مقبلين على بطولتين اللي هي أولمبياد باريس وكذلك بطولة تصفيات النهائية لبطولة كأس العالم. فنتمنى من جماهيرنا، نتمنى من جميع شبابنا أنه يكونوا مؤازرين لمنتخباتنا الوطنية بالشكل الأمثل. مساء الخير، شرفتونا أكيد كقناة سريانية العراقية. مرحبا بكم، هذا فخر لنا ويزيدنا طاقة أصلا من تكونوا موجودين ويانا. نشكر رئيس الديوان الدكتور رامي جوزيف غجان على هيك دعم للشباب، هيك طاقات اللي تحتاج هيك أشياء. طبعا هاي المحافل انتم تعرفون احنا نشتغلها حتى نبعد الشباب عن الإيرادات اللي تصير خارج مجتمعنا الموجود، الإيرادات اللي خارجة عن نطاقاتنا. نتمنى توفيق للجميع. أكيد راح نقدم شيء وهو بسيط إن شاء الله، يكون شيء حلو للمجموعات الموجودة ويانا. نتمنى لكم التوفيق وشرفتونا بالأخير كلها. والله مبادرة حلوة، ونتمنى إن شاء الله لها النجاح والتقدم، وإن شاء الله تكون القادم أفضل وأكثر توسع ومشاركات فرق أكثر، وأتمنى لها التوفيق إن شاء الله.